السلام عليكم ورحمة الله، نتمنىكم تكونوا كلكم بخير ويلقاكم فيديو ديالي في أحسن الأحوال إن شاء الله، مع تتمة وصفات سهلة للكوتي. اليوم غادي نحضر معكم ميريندينا اقتصادية بدون شوكولاتة، كتجي هشيشة كتذوب في الفم، والأهم من هاد الشي كامل غير بيضة وحدة. للسيدات اللي باغيين يبداو المشاريع ديالهم الصغرى ما غاديش تلقاو أرخص وأسهل من هاد الوصفة هادي. ضيف لهم المحلبات راه كيبقى هامش الربح ديالهم كبيرة البنات. ما نطولش عليكم، وكما العاده ما تنساونيش بتعاليقكم الزوينه، واللي ما مشاركش يفعل الجرس باش هكايا يوصلكم الجديد ديالي. وغادي نبداو على بركه الله. اول حاجه كناخذوا معلقه ديال الخل، وعندي كاس ديال الزيت ما يعادل 120 سنتيلتر ديال الزيت. عندي كاس ديال سكر سنيده اللي الحبيبات ديالها رقيقه البنات، ما يعادل واحد 120 غرام. عندي 200 مليلتر ديال الحليب، ما يعادل واحد كاس أو ربع كاس ديال قياس العنبه. مع عندي 2 خمارات، وغادي نحيد منهم النص، يعني في المجموع كنحتاج 12 غرام ديال خمارات الحلويات، معلقه ديال الكاكاو، شويه ديال الفاني، و200 غرام ديال الدقيق الابيض اللي تيكون بطبيعه الحال مغربل. هنايا غادي نبداو على بركه الله. كناخذ واحد لو بول اللي كندير فيه البيضه، ضروري تكون البيضه كبيره البنات، مع داك الفاني والسكر سنيده، ونبداو نطربوا فيهم مزيان 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 حتى كيتجانس لنا الخليط ديالنا وكيبيض لينا داك البيض ديالنا. هنايا كنعرفوا بانه السكر سنيده داب لينا، ضروري من هذه المرحله هذه البنات باش هكايا كتنجح معكم الوصفه ديالكم. الا ما دابش لكم السكر كتنقص لكم الكيك ديالكم في الفران. صافي من بعد كنزيدوا الزيت اللي بطبيعه الحال كيف ما قلت لكم كاس ديال قياس العنبه، ما تيكونش عامر حتى للفم. وهنايا غادي نبدا نزيد شويه بشويه الحليب اللي قلت لكم كاس او ربع كاس ديال الحليب. صافي كنبقاو نخلطو مزيان 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 حتى كيتجانسوا لنا العناصر ديالنا. عاد ديك الساعه ها نتوما كيف ما شفتوا زدت هذاك ربع كاس ديال الحليب. صافي ناخدو ضروري الدقيق البنات يكون مغربل. هنايا أنا كنكب فيه وكنغربل فيه، يمكن لكم تغربلوه من قبل. وكنزيدو بشويه بشويه وحنا كنحركو باش ما كيتكللش لينا داك الدقيق ديالنا في لو كيك ديالنا وكيخسر معنا لو كيك. كنبقاو نزيدو بشويه بشويه كيف ما كتشوفوا. انا زدت الكاس الثاني، وفي الكاس الثاني قبل ما نكبو كنزيد فيه ديك خماره ونصف خماره من فئه 8 غرام، في المجموع ديال 12 غرام كيف ما قلت لكم ديال خميره الحلويات. كنزيدوها مع الدقيق في المره الثانيه، ما كنزيدوهاش في الاول باش كتبقى لنا الخميره مزيانه. صافي ها نتوما كيف ما شفتوا، ها هي بقى فيها غير شويه، واحد تقريبا 4 غرام بقات في الساشي. صافي وكنبقى نزيد بشويه بشويه الدقيق هكايا وانا كنخلط حتى كيتخلط ليا الخليط ديالي. البنات اللي ما كيتوفرش عندهم كاس ديال قياس العنبه غادي تعبروا 5 ديال المعالق كبار اللي كيكونوا بومبي ديال دقيق الفورص، هما اللي كيعطيونا كاس ديال قياس العنبه. صافي هكا، حيت هاد الوصفه هادي كتبغي المقادير مضبوطه البنات. هنايا كنزيد واحد المعلقه ديال الخل، كنخليوها حتى الاخر حيت هي كتكون محسن للخبز والحلويات. كنديروها في التالي وعاد كنخلطو غير شويه. صافي هنايا غادي ناخذ تقريبا واحد شويه ديال هذاك الخليط ديالي اللي غادي نزيد عليه الكاكاو، هو اللي كنزين به الكيك ديالي، كندير دوك الخطوط ديال ميريندينا. صافي هنايا زدت عليه تقريبا واحد معلقه ديال الكاكاو، وكنبقى نخلّط مزيان، مزيان، مزيان حتى كيتجانس لنا، ما كنخليوش يكونوا فيه شي كويرات ولا كتلات هكايا. إلا بان ليا هاد الخليط هذا كيبقى شوية ثقيل، كنزيد عليه شوية ديال واحد ربع معلقة ديال الحليب باش هكايا كيتسلق وكيجي فحالو فحال لو كيك. حيت سينو غادي يهبط لنا، إلا كان ثقيل غادي يهبط ليا في لو كيك ديالي وما غاديش يجي المنظر ديالو زوين. ها نتوما كيف ما شفتوا كنبقى نخلّط بشوية بشوية، ومن بعد كنزيد شوية ديال الحليب. صافي هنايا كناخد واحد الصفيحة اللي كندير ليها الورق هكا، ضروري داك الورق باش ما كتلصقش ليكم في لو كيك ديالكم، ما تيلصقش لكم في اللاطة. تندهنوه بشوية ديال الزيت، القطر ديالو البنات عندي 30 على تقريبا واحد 25 سنتيمتر، ولكن راه تقدروا ديروا ديال 30 على 30 حتى هو، راه هاد الوصفة هادي يمكن لكم ديروها فيه. صافي كنزين بخطوط كيف ما كتشوفوا هكايا ديال بحال كيف ما كنصاوبوا ميلفي، وكندير داك لو كوردون كنبقى غادا جايه حتى باش كيعطيني دوك الشكل الهندسي ديال الملفاي. وكيف ما كنقول لكم دائما الفران كيبقى كل وحده والفران ديالها. انا درت درجه حراره 150 درجه، درت العافيه من التحت ودرت لاطه، وعاد درت هاد اللاطه هادي حيت هاد اللاطه خفيفه. الا ما درتش اللاطه لتحت كتطلع ليا من الجنب وما كتصدقش معايا الوصفه، جربتها شحال من مره. صافي بعد ما كطيب كنخليوها حتى كتبرد، وكنديروا واحد المنديل هكايا كنقلبوا فيه لو كيك ديالنا. الجهه اللي فيها جهه ميلفوي كنديروها من التحت،
صافي وكنقطعوها كنحيدو دوك الحواف اللي كيكونوا قاصحين، وكنعبر هكايا باش كيجيني المنظر ديالها أولا الشكل ديالها متساوي. قطعتها على جوج. التزيين تيبقى اختياري، يمكن ليكم ديروا الكونفيتور، يمكن ليكم ديروا شوكولاتة الدهن أولا يمكن ليكم ديروا حتى شوكولا غيش. أنا اكتفيت غير بشوية ديال الكاكاو حيت كتجي هشيشة وكتجي فحال مفزقة، ما كتحتاجش نهائيًا أنكم ديروا ال ال هذا شي شوكولاتة العادية. صافي ها نتوما كيف ما كتشوفوا درت الطرف الثاني من الفوق وقطعتها طريفات هكايا، كنعبر باش يجيوني دوك الطريفات يكونوا زعما متساويين. هاد الكمية البنات عطاتني تقريبًا 8 ديال الحبات ديال هاد لو كيك هذا. إلا بغيتو نتوما كتر يمكن ليكم تضاعفوا الكمية. أنايا اكتفيت غير هكايا باش نوجدها ليكم. راه كيمكن تخرّجوا بها كمية كبيرة وإلا السيدات اللي بغاو هكا يبيعوها راه كتعطي هامش الربح كبير البنات، ضروري ما تجربوها باش تعرفوني على ايش كندوي. صافي كنقدموها بهاد الطريقة هادي، كتجي لذيذة ساهلة التحضير ورائعة هشيشة كتذوب في الفم، وبالصحة والراحة. نتمنى أن الوصفة ديال اليوم تنال الإعجاب ديالكم، وما تنساونيش كما العادة البنات في لي لايك ديالكم، راه كيفرحوني تشجيعاتكم وكيخليوني نعطي أحسن ما عندي، وبالصحة والراحة.